ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الدعاء الدعاء بيغير القدر، بيغير قدرنا من شيء لشيء. يعني ايه بيغير قدرنا من حاجة لحاجة؟ يعني انت لما بتدعي ربنا وبتلح على ربنا بحاجة معينة، قدرك كله ممكن يتغير. واحنا قلنا قبل كده ان في قدرين: قدر مكتوب دوت ما بيتغيرش ابدا، بيبقى مكتوب على الانسان هيتولد امتى وهيموت امتى وفين المكان اللي هيموت فيه، وحاجات كتيرة جدا ما بتتغيرش ابدا، هي مكتوبة من يوم ما انت اتولدت. وفي قدر معلق، قدر المعلق دوت ان ربنا مثلا كاتب لك ان انت تكون سعيد او شقي او محروم، فربنا بينزل عليك يا اما انت مكتوب عليك ان انت تبقى شقي او ان انت تبقى محروم او ان انت فقير، لكن من كتر دعائك قدرك بيتغير. ان هتنزل عليك مثلا بلاء او مصيبة من السماء، الدعاء بيمنع هذه المصيبة. بيتغير قدرك مثلا ان انت من حاجة لحاجة. فاحنا بندعي وبنلح على ربنا بالدعاء، وربنا بيستجيب لنا بما فيه صلاح حالنا. ولازم نفهم حاجة مهمة جدا: ان لكل دعوة زمن وتمن. ودوت عن شرح الشيخ عبد العظيم مرسي ونقل عن كلامه ان في لكل دعوة تمن وزمن. ويعني ايه تمن وزمن؟ لما بدأت اسمع له الكلام دوت، فهمت معنى ان احنا بندعي وان احنا الدعوة بتتأخر. زي ما في دعوات كتيرة جدا بتتأخر لسنوات طويلة، وكان من ضمنها دعوات الأنبياء. في دعوات كانت بتقعد بال20 سنة وأكتر من 20 سنة لحد ما ربنا بيستجيب لهم. معناها ايه لكل دعوة تمن وزمن؟ التمن اللي هو ان انت لازم عشان تحصل على الدعوة دي لازم يكون عندك في صحيفتك مثلا يعني 1,000,000 استغفار، عندك 1000 ختمة قرآن، عندك صدقات كتيرة جدا، عندك 1,000,000 تسبيحة، عندك 1,000,000 حمد، عندك 1000 ومليون شكر. يعني بيبقى مكتوب عليك عشان انت توصل للدعوة دي انت ما لازم تدفع تمنها. تدفع تمنها ازاي؟ ان انت بتقول الذكر دوت، بتصلي الصلاة ديت، بتقول النوافل، بتعمل اللي هي الصلوات النوافل، بتتقرب لربنا بالعبادات، بالطاعات، بالصوم، بالزكاة، بالحج، بختمات القرآن، بالاستغفار، بالحمد. كل دوت ده التمن، ده تمن الدعوة اللي انت بتدعيها. وأول ما بتتم التمن ده أو بتدفع التمن دوت، بتلاقي دعوتك بتتحقق. وزمن يعني ان في زمن معين الدعوة دي هتستجاب فيه. طبعا الزمن ده بيبقى من عند ربنا ومن تقديره، لانه بيبقى عارف امتى في الوقت دوت بالذات انت محتاج ان الدعوة دي تتحقق. انت عمال تدعي تدعي تدعي، بس انت مش محتاج الدعوة دي دلوقتي. يمكن لو ربنا حققها لك في الوقت ده هيكون فيها هلاكك، لكن لو ربنا اخرها لك بعد كام سنة، يمكن هو دوت الوقت اللي انت فعلا محتاج اجابة الدعوة دي. وفي لو احنا بنشوف في حياتنا هنلاقي دعوات كتيرة جدا دعيناها ونسيناها، وبنلاقي ربنا بيحققها لنا بعد فترات طويلة. دعوات الأنبياء كانت بتتأخر بال20 سنة وأكتر، ودوت لأن ربنا شايف إن هو ده التوقيت المناسب، اللي هو التوقيت الإلهي لإجابة هذه الدعوة. كل اللي عليك إن أنت بتدعي وبتلح على ربنا بالدعاء. اوعى تبطل دعاء أبدا أبدا مهما حصل، حتى لو أنت بتدعي كتير والحاجة ديت مش بتحصل أو مش بتتحقق. ادعي، لأن الدعوات دي كل دعوة أنت بتدعيها يا إما بتتحقق لك في الدنيا، يا إما ربنا بيدخرها لك يوم القيامة، وهتيجي يوم القيامة وتقول يا رب يا ريتك ما كنت أجبت لي أي دعوة في الدنيا، لأن الدعوات اللي مؤخرة ليك يوم القيامة بتغفر لك ذنوب وبتدخلك الجنة. فانت اعرف ان دعواتك كلها مستجابة. اوعى تقول يا رب انا بدعي لك وانت ما بتستجيبليش، لان دوت انت كده بتعترض على حكم ربنا. ودايما لما يحصل كده، والشيطان طبعا قادر ان هو ييأسك وان هو يخليك تقول كلام في وقت ضيق او في وقت حزن، كلام صعب، تستغفر ربنا وتقول يا رب انا مش بعترض على حكمك وقضائك، بس انا فعلا يا رب مثلا محتاج الدعوة دي دلوقتي لان انا عندي كذا. احكي مع ربنا كتير جدا، اطلب من ربنا كل اللي نفسك فيه. الرسول كان بيطلب حتى نعال حذائه. يعني انتوا متخيلين ان احنا لازم ندعي في كل حاجة؟ عايز تشتري حاجة قول يا رب انا نفسي اجيب الحاجة دي، سهل لي الامور، يسر لي امري، عايزه اجيب الحاجة دي، ساعدني ان انا اجيب الحاجة دي. اطلب ولح على ربنا، ادعي له باسمائه الحسنى.
شوف الأوقات اللي ربنا بيستجيب فيها الدعاء، زي عندك ما بين الأذان والإقامة، عندك دعوة محددة، افضل كرر الدعوة دي وركز عليها. يعني ما ينفعش إن أنا أقعد أدعي وأشتت نفسي لحاجات كتيرة قوي وأنا نفسي في حاجة واحدة مثلا، أنا محتاجة الحاجة دي دلوقتي، فأفضل أركز على الدعوة دي، أفضل أعمل الطاعات والعبادات اللي المفروض أزودها وأعملها عشان ربنا يستجيب لي، وعشان ربنا يشوف ان انا دفعت الثمن بتاع الدعوة بتاعتي فيديهاني بسرعة، اني بنجز بالعبادات بتاعتي، بنجز في الوقت. يعني بدل مثلا ما الدعوة انا ممكن اخدها بعد 20 سنة، لا انا لما ازود الطاعات وازود العبادات وازود الختمات، وبعد كل ختمة ادعي دعوة وبيبقى ليا دعوة مستجابة. طب ما انا كل ما بعمل الحاجات دي كل ما بعجل بإجابة دعوتي. شوف الأوقات اللي هي مستجابة، أوقات استجابة الدعوة، زي عندك ما بين الأذان والإقامة، وقت المطر، كل وقت من الأوقات دي استغل فيها الدعوة. في سجودك طبعا، وانت واقف قدام الكعبة، لما بتروح مثلا في بيوت اللي هم الأولياء الله الصالحين، بس ما تتقربش لربنا وتقول مدد يا فلان، ولا لأ، تقول يا رب اللهم بحق هذا الشخص عليك يا رب العالمين حقق لي كذا كذا. بتطلب من ربنا، ما بتطلبش من حد تاني. اوعى تطلب من اي حد غير ربنا. دايما ألح على الله في الدعاء، دايما تخير الحاجات اللي بتخلي دعوتك مستجابة. زي ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوني بها. يعني انت عندك 99 اسم، جيب الأسماء، أسماء الله الحسنى كلها، وافضل قول يا الله الواحد الأحد الفرد الصمد ذو الجلال، يعني قول كل أسماء الله الحسنى وكررها وادعي اللهم بحق هذه الأسماء الحسنى افعل لي كذا وكذا. ادعي لربنا بأسمائه الحسنى، ادعي بالدعوات اللي هي اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وادعي ادعي ببدايات الصور، اللهم إني أسألك بكل حرف من حروف القرآن إن أنت تفعل لي كذا وكذا. ادعي وانت بتختم المصحف، بعد كل ختمة قرآن ليك دعوة مستجابة. طبعا ربنا كريم، انت مش ما تدعيش دعوة واحدة، ادعي الدعوات اللي انت عايزها كلها. وانا قبل كده في فيديو من الفيديوهات قلت لكم ازاي انا بختم القرآن، وطريقة ختمتي للقرآن ان بعد كل صورة من الصور بدعي الدعوات اللي انا عايزاها. وبراجعوا الفيديو دوت لانه مفيد جدا وهيفيدكم كتير في اجابة دعوات كتيرة جدا ليكم. ادعي ربنا دايما، ادعي لحد مثلا انت بتحبه، لان بيبقى في ملك بيقولك ولك بالمثل. لما تدعي للمسلمين والمسلمات ربنا بيستجيب لك، لما بتدعي للناس اللي هم في شدة او في كرب ربنا بيستجيب لك، لما بتدعي لاهلك واخواتك ولابوك ولامك اجعل لهم دعاء يومي من دعواتك ربنا بيستجيب لك، لما بتدعي لابنائك ربنا بيستجيب لك. فدايما ادعي للغير بظهر الغيب، يعني من غير ما تروح تقول له انا دعيت لك، ادعي مع نفسك، اقعد كده في وقت كده وانت هتدعي، ابدأ ان انت بتقول اسماء الله الحسنى، ابدأ الدعوات اللي هي باسم الله العظيم، اللهم اني اسألك باسمك العظيم الاعظم الذي لا يعلمه غيرك. ادعي بتوجه اللهم اني اسألك بحبك لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وبحبه لك وبالسر الذي بينك وبينه ان تفعل لي كذا وكذا. ادعي بعد مثلا ختمات القرآن زي ما قلنا، ادعي ما بين السجدتين. ابدأ بان انت تدعي لنفسك وتدعي للمسلمين والمسلمات، ادعي بظهر الغيب للناس اللي انت بتحبهم، ادعي للناس الاموات لان الاموات دول توقف عنهم الحياة، ما بقاش في حد بيدعي لهم. كل ما بتدعي لهم كل ما بتاخد ثواب، وبيبقى الملك الموكل بيقول لك ولك مثلها. فربنا يعني انت كريم، ربنا اكرم منك، انت بتدعي لحد ده ربنا كمان هيستجيب لك، هيستجيب لك الدعوة اللي انت دعيتها لفلان ده. ومش بس كده، ده هيستجيب لك انت كمان دعوة ليك. طلع صدقة بنية ان ربنا يستجيب لك الدعوة. دايما زي ما انا قلت لكم، اعمل التمن والزمن، التمن اللي انت بتدفعه اللي هو كتر العبادات، كتر الحاجات اللي انت بتعملها اللي فيها صلاح وخير وقرب من ربنا ونوافل وتقرب الى الله، اعمل بيها. وزود اللي هي يعني كل ما بتزود في الطاعات كل ما ربنا بيديك الحاجة اللي نفسك فيها. ابدأ طبعا دعائك بالصلاة على سيدنا محمد، واختم بالصلاة على سيدنا محمد. فالدعوة اللي ما بين الصلاة على سيدنا محمد وما بين ختمة الصلاة على سيدنا محمد بيستجاب لها.
كان في برضو تخير كل حاجة، قالوا إن الحاجات ديّة الصالحين وأولياء الله الصالحين، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن هي الحاجات دي بتحقق الدعوات. في عندك في رمضان وأنت صايم، دعوتك وأنت صايم، وطول شهر رمضان استغله بإن أنت تفضل تدعي قبل الفطار كل الدعوات اللي نِفْسك فيها، عشان يمكن ربنا يوفقك لليلة القدر فتستجاب دعوتك. دعوتك وأنت صايم دايمًا مستجابة. ادعي دايمًا لكل الناس اللي بتحبهم. ابدأ دايمًا بإن أنت تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10 ولا إله إلا الله 10، وبعد كده ادعي دعوتك، وبعد ما تخلّص صلّي على سيدنا محمد واشكر ربنا. بعد ما تخلّص اسجد سجدة شكر إن أنت خلاص عارف إن ربنا ومتأكد إن ربنا هيحقق لك الدعوة ديّة، لكن أنت بقى سايب الموضوع في إيد ربنا، هيحققها لك إمتى وإزاي؟ تدبير ربنا دوّة إحنا ما لناش دعوة بيه. وفي 3 حاجات أنا قُلتهم لازم تكون عشان ربنا يتم لك دعوتك ويحقق لك مرادك، هي الاستعانة بالله، إن أنت تستعين بربنا في كل أمورك قبل ما تدعي تقول يا رب استعنت بيك إن أنت تحقق لي كذا وكذا وكذا وكذا. الظن بالله، إن أنت بتظن بالله إن ربنا هيستجيب لك دعوتك دي، وإن أنت ربنا هيحققها لك لا محالة، يعني الدعوة بتاعتك مستجابة لا محالة. والتوكل على الله، إن أنت بتتوكل على ربنا في كل أمورك بتسيب ربنا بقى بيدبر لك الأمور، هيحلها إزاي وهيعملها لك إزاي وهيحققها لك إمتى. كل الحاجات دي أنت مالكش دعوة بيها، كل اللي عليك إن أنت بتدعي. وعايزة أقول لكم إن كان في راجل أمريكي، الراجل دوّة من الأثرياء، كان بيقول أنا غيركم، أنا كنت كل يوم رغم إن هم ما عندهمش يعني الإيمان بربنا بتاعنا، أنا كل يوم بادعي ربنا إنه يجعلني من الأثرياء، وربنا استجاب له. يعني ربنا بيقبل للمسلم، بيقبل للكافر، بيقبل لأي شخص الدعاء. إمتى ربنا بيحقق لك الدعوة دي وإمتى ربنا هيستجاب لك؟ ربنا استجاب للشيطان لمّا قال لربنا سِبني إن أنا أغوي عبادك أجمعين، فربنا استجاب له الدعوة. فاوعى تشُك أبدًا في رحمة ربنا، اوعى يكون عندك ظَن سيء إن أنت بتدعي ربنا مش بيستجيب لك، اوعى الشيطان ييأسك من رحمة ربنا ويخلّيك تبطّل دعاء. لِح على الله بالدعاء في كل وقت وفي كل حين. خلّي عندك في الثلث الأخير أو قبل ما تنام اقعد كده قعدة ما بينك وما بين ربنا في خلوة، ما حدش سامعك، قافل على نفسك المكان اللي أنت فيه، افضل اتكلم مع ربنا وادعي له وناجيه واطلب منه كل اللي أنت نفسك فيه، وقول يا رب أنا عندي حسن ظن بيك إن أنت هتحقق لي كل اللي أنا طلبته منك دوّة، وإن اللي أنت شايف فيه مصلحتي هتعمله لي، وأنا نفسي في كذا ونفسي في كذا ونفسي في كذا. وافضل ادعي واطلب من ربنا المستحيلات، ما فيش حاجة اسمها مستحيل. ربنا قادر على كل شيء. بالدعوات الكتيرة جدًا وبكتر الإلحاح وبإن أنت بتدفع التمن وإن أنت سايب الأمر وموكّله لربنا وإن أنت بتستعين بربنا في كل شيء وإنك بتتخيّر مواضع الإجابة وإنك دايمًا عامل ما بينك وما بين ربنا خلوة وبتطلب طلباتك كل يوم وبتطلب من ربنا وبتلح عليه في الدعاء. اعمل لنفسك خبيئة، يعني حاجة أنت ما بينك وما بين ربنا ما حدش يعرفها غيرك، إن أنت بتطلّع صدقة معيّنة، إن أنت بتقيم الليل بأعداد معيّنة، إن أنت بتختم المصحف مثلًا كل فترة، إن أنت بتطلّع بتساعد الناس، إن أنت بتعمل كل حاجة أنت بتعملها قُل اللهم إني عملت كذا وكذا خالصًا لوجهك الكريم. فلمّا تيجي بقى تدعي اللهم بحق كذا وكذا اللي أنا كنت باعمله يا رب، الخبيئة اللي ما بيني وما بينك ولا يعلمها غيرك، وإنك عالم إن الحاجة دي كانت خالصة لوجهك الكريم، يا رب فحقق لي كذا وعجّل لي بإجابة دعوتي كذا وكذا. وديّة إحنا عارفينها للأصحاب اللي هم ال3 اللي اتحبسوا في صخرة، وكل واحد فيهم قعد يذكر الفعل اللي كان بيعمله فيه خير وطاعة لربنا، وكل ما كان واحد فيهم بيقول يا رب اللهم إني كنت باعمل كذا خالص لوجهك الكريم فرِّج عننا الصخرة دي، فكانت الصخرة بتتفتح جزء لحد ما ال3 قالوا الخبايا اللي كانوا ما بينهم وما بين ربنا، ربنا فتح لهم الصخرة وأنقذهم من هذا الموقف. فده بيعرّفنا إن إحنا لازم يكون في لينا خبيئة ما بيننا وما بين ربنا، ما حدّش يعرفها غير ربنا، ما يبقاش بنتباهى بيها، نعرف إن كل دعوة ليها تَمَن وزمن، نعرف إن إحنا لازم نلِح
على الله بالدعاء، نستعين على الله ونتوكل عليه، نطلب من ربنا كل حاجة ونطلب منه المستحيل، وإحنا عندنا ثقة ويقين في الله إن ربنا قادر إن هو يحقق لنا كل دعواتنا مهما كانت مستحيلة، مهما كانت كتيرة جدًا، وربنا قادر على كل شيء وقادر إن هو يحقق لك المعجزات. ادعُهم كتير وألحّهم على الله بالدعاء، والسلام عليكم ورحمة